أول حاجة لازم نعرفها إن محرك سيارة الفورمولا 1 مش محرك عادي، ده واحد من أعقد وأقوى المحركات اللي اتعملت في التاريخ. المحرك ده اسمه V6 تيربو هايبريد، بس ما تستهونش بالرقم ده لأن المحرك ده سعته 1600 سي سي بس، زيه زي أي محرك موجود في أي سيارة شخصية، ولكنه مزود بتيربو ونظام كهربائي. مع كل ده بيوصل ل 1000 حصان، وأقصى ار بي ام ليه ممكن يوصله وهو 15000 دورة في الدقيقة، وده رقم كبير جدا. وكل الكلام ده بسبب حاجة مهمة جدا، ألا وهي إن المحرك ده فيه بطارية. البطارية دي بتستخدم عشان تدي بوست للمحرك، والبطارية دي بيتم شحنها طول ما السيارة شغالة، وبيكون في سيستمين مسؤولين عن الجزء ده. أول واحد وهو ال MGU-H، وده بيجمع الطاقة من حرارة الإكزوست ويحولها لكهرباء ويشحن بيها البطارية. تاني نظام وهو ال MGU-K، وده بيجمع الطاقة من الفرامل وبيخزنها في البطارية. يعني المحرك ده مش بس سريع، كمان بيعيد استخدام الطاقة زي ما تكون عربية كهربائية جاية من المستقبل.